طب ايه، مش هتروح الجيم وتشوف الكورسات اللي كنت بتقول عليها، ولا احنا بعد العيد اهو؟ ما بعد العيد يا عم. امشي من هنا بقى، بتفكرني ليه؟ امشي. في كل اجازه خدناها واحنا دايما بيبقى عندنا نية ان نطلع منها احسن، كورسات بقى وتطوير ذات، ونتعلم برمجه ومونتاج وديزاين وانجليزي واسباني، ونروح الجيم، وكل الاهداف اللي ما بتتغيرش كل اجازه دي. فخلينا كده المره دي نفكر اكتر ونحط خطه عشان نطلع من الاجازه دي احسن بكتير من دلوقتي. واكيد انت متفق معايا ان اهم حاجه تتعمل في الاجازه الاول هي انك تحدد هدف من ال3 شهور دول، عشان ما تلاقيش نفسك في الاخر ما عملتش اي حاجه ملموسه او مش عارف انت عملت ايه، ويكون في اتجاه انت بتسعى عشانه وبتعمل فيه تقدم كل يوم من ال3 شهور دول. فمبدئيا كده خلينا نقسم الاجازه لجزئين. الاول هو عباره عن الجزء اللي هتطور فيه من نفسك، والتاني هو الجزء اللي هنتكلم فيه عن اهم حاجه فعلا لازم تعمل في الاجازه اصلا، وهي البريك. عشان زي ما انت عارف لازم نلاقي توازن بين الحاجتين دول، عشان في الاول وفي الاخر هي اسمها اجازه. السؤال انت محتاج تسأله لنفسك، هو انت بعد الشهرين دول انت محتاج تكون احسن في ايه، محتاج تعرف ايه اكتر، او محتاج تتعلم ايه؟ ومن بعد السؤال ده الاجابه اللي انت هتكتبها هتكون عباره عن الهدف، عن الحاجه اللي انت محتاج تطور نفسك فيها في الجزء اللي انت هتطور نفسك فيه في الاجازه. يعني على سبيل المثال لو انت مثلا لسه طالع من ثانوي، فالحاجه اللي انت محتاج انك تكون احسن فيها هو انك تعمل سيرش عن الكليه بتاعتك، تعمل سيرش عن الكليه اللي انت هتدخلها دي، تاخد نبذه عنها، تعرف المواد والاقسام اللي فيها وانت هتختار ايه بالظبط، او انك تحسن نفسك في مهاره تانية هتساعدك مثلا انك تاخد شغل وتزود معلوماتك اكتر، او مثلا بتفكر انك تحسن نفسك في اللغه التانية سواء انجليزي او اي حاجه تانية. بشكل عام كل اللي انت محتاج تعمله هو انك تجيب ورقه بيضاء وقلم وتقعد في حته طراوه كده وتكتب كل اللي في دماغك، كل الشخص اللي انت عايز تكونه بعد الشهرين دول، بعد ما الاجازه دي تخلص. طلع كل احلامك، افرض كل اللي في دماغك على الورقه دي. بس انك تذاكر او تطور معلوماتك او تتعلم لغه تانية دي بس ما هي الا مجرد جزء واحد في الحاجات اللي انت ممكن تطور فيها من نفسك في الاجازه، عشان بالشكل ده انت صح اتعلمت وذاكرت اكتر بس نسيت جسمك. الجيم حاجه اساسيه في حياه اي حد يا جماعه، انا فاهم المفروض اصلا ان هي تكون من متطلبات دخول المدرسه ان الشخص ده يروح الجيم. يعني زي ما انت عارف ان مذاكرتك وتطويرك من نفسك وانك دايما تفضل تتعلم حاجات جديده دي حاجه مهمه، لازم تعرف ان جسمك ليه نفس الاهميه دي بالظبط. حتى لو انت دلوقتي مش حاسس بتعب او اي حاجه او محتاج انك تروح الجيم او كده، بس ده طبيعي عشان انت اصلا ما جربتش انك تروح الجيم. يعني انا مثلا قضيت تقريبا 3 سنين من حياتي من غير ما اقطع يوم من الجيم، ودلوقتي قطعت. دلوقتي اقدر اقول لك ان فعلا في فرق كبير جدا جدا. يعني انا مثلا لما بقيت بطلع السلم بقيت بتعب، ما بقيتش بقدر اتمشى زي ما كنت بمشي زمان، بقيت لما بحس ان انا بمشي بقيت بتعب اصلا. فاللي هو يا جدعان انا لسه عندي 18 سنه، جدعان يا جماعه احنا شبابنا بيضيع، ما ينفعش كده. انت فاهم؟ انا ما لاحظتش ان انا فعلا بقيت بتعب بالشكل ده غير لما انا وقفت الجيم. مش بقولك ان انا بقيت بشرب سجاير فبقيت بنهج وانا ماشي، ولا بقيت مش قادر اطلع السلم، لا انا بس بطلت جيم فحسيت ان انا بقيت اللي هو ضعيف. فاهم انت؟ فانت مش هتحس انك فعلا اقوى من انت دلوقتي غير لما تبقى فعلا اقوى منك دلوقتي. فاهم؟ انت مش هتحس بتاثير الحاجه غير لما تجربها، ده اللي اقصد اقوله من كل ده. فانت فعلا محتاج تهتم بجسمك، حتى لو انت مش عايز تاخد الشيب الجامد بقى والشكل الجامد ده والصيف والبحر وكده، على الاقل تبقى رشيق يعني انزل جرب. اللي عايز اقوله ان زي ما في دماغك انك عايز تكون احسن عقليا وتتعلم اكتر وتتعلم برامج جديده وكل ده، لازم على الاقل يكون في يومك ساعتين بس تروق على جسمك بيهم. وتالت حاجه انت محتاج تعملها في الجزء ده هو انك تقرا كتاب واحد بس. كميه الكلام اللي انت ممكن تستفيدها من كتاب واحد، المواقف الحياتيه اللي انت ما عشتهاش حتى بس ممكن تستفيد منها وتطبقها في حياتك غير طبيعيه. انت مش محتاج تبقى اجمد حد بيقرا في الدنيا، انت بس محتاج تقرا كتاب واحد. حدد الكتاب ده وانزل اشتريه واقرا كل يوم على الاقل صفحه واحده بس، واعتبرها تجربه برضو. وخليك فاكر انك مش هتعرف اصلا ان دي حاجه ممكن تخليك احسن من نفسك دلوقتي غير لما انت فعلا تجربها. يعني زي الجيم، انت فاكر انك كويس مش محتاج ده، بس لما تروح وتجرب وتلاقي نفسك بقيت بتبقى احسن وتشوف التغييرات اللي بتحصل على نفسك اصلا من اول التفكير لغايه التغييرات الجسديه اللي بتحصل ليك، ساعتها تاخد بالك ان لسه في حاجات كتير جدا ممكن تخليك احسن منك دلوقتي. فجرب تقرا كتاب واحد بس، عشان مش تعرف قد ايه انت ممكن تستفاد من حاجه زي دي غير لما بس تجرب. في حاجه بقى انت محتاج تخلي بالك منها، وهي الترند الفتره دي. دلوقتي تلاقي الكل عمال يقول لك انا عايز اتعلم برمجه ومونتاج وديزاين، وتلاقي بيعد لك كده في حاجات عايز يتعلمها، وفكره انك بتجمع ال3 كلمات دول في جمله واحده كده وبتقولهم مع بعض فانت كده غلطان، عشان كل كلمه من دول وراها مجال كبير وصناعات قايمه عليها وناس كبيره جدا ورحله تعليم طويله جدا جدا. فكونك عايز تتعلم برمجه ومونتاج وتصميم كده مره واحده، فانت كده مش بتعمل حاجه غير انك بس بتضحك على نفسك.
انت ممكن تكون ما تعرفش في المجالات دي غير اساميها، بس مش عارف انت ممكن تتعلم ايه او اللي انت هتعمله ده بالظبط ايه. فعشان كده في الاول خالص لو في حاجه في دماغك من الثلاثه دول انت عايز تتعلمها، اول حاجه انت محتاج تعملها هو انك تعمل سيرش 2 أو 3 من وقتك، تقعد تعمل فيهم سيرش عن الحاجات دي، تعرف ايه اللي انت هتتعلمه، تعرف الناس اللي شغاله فيها بتقبض كام مثلا لو دي حاجه تهمك، اكيد حاجه تهمك وتشوف الدنيا دي فيهم ماشيه ازاي، تاخد اوفر فيو عن الحاجات دي وتعمل نقط كده عشان تحدد ايه ميولك انت بالنسبه للحاجات اللي انت بتحاول تتعلمها دي. شوف انت ايه اكتر حاجه انت ممكن تبقى مستريح لها. بعد كده تدي لنفسك الشهرين او ال3 دول على الاقل انك بس تقدر تدخل المجال ده وتشوف الدنيا على ايه، بتتكلم عن ايه وكده. انما اطلاقا اوعى تجمع بين 3 كلمات تقريبا 3/4 صناعات الدنيا دلوقتي قايمه عليهم. وزي ما مهم جدا انك تطور من نفسك، اكيد مهم برضو انك تاخد بريك. طب ايه هو البريك وبقى اريح ازاي يعني؟ ده سؤال انا فعلا قعدت كتير عقبال ما افهم معناه، يعني ايه اصلا اخد بريك، وليه اخد بريك وانا اصلا قادر اقوم اشتغل دلوقتي واخلص اللي انا عايز اعمله واذاكر بقى واقطع الدنيا وبتاع. وفكره البريك نفسها باختصار هي انك تفصل دماغك من كل حاجه واي حاجه حواليك، ما تكونش بتفكر في اي حاجه ولا تكون مضطر انك تاخد اي قرار. البريك عباره عن انك تشد الفيشه خالص من دماغك وتعيش بالغريزه اللي هي انت تاكل تشرب تلعب وتنام. زي بالظبط انك لما تيجي تفصل التلفزيون عشان تريحه شويه، او تشيل فيشه اللابتوب عشان بقالك كتير بتستخدمه برضه. بالظبط نفس الكلام ده هو البريك، عباره عن انك تعيش وقتك، ما تاخدش اي قرار، تفصل دماغك، ما تفكرش، تسمع مسلسلات، افلام، تلعب بلاي ستيشن، تحجز ساعه في ملعب الكوره اللي انت ما رحتوش بقالك سنه ده، تروق على نفسك وما تتكسفش خالص او تأنب ضميرك لما تلاقي نفسك انك بتتفرج على مسلسل او بتشوف فيلم او بتحسس انك بتضيع وقتك، عشان في الحالة دي انت اطلاقا مش بتضيع وقتك خالص. ده ما هو الا استراحة محارب انت بتحاربها بقالك سنة تقريبا، فحقك انك تريح شوية. والاجازة اصلا هي عبارة عن انك تريح وتاخد اجازة، وهو ده الهدف الاساسي منها اصلا. ريح وانزل الشارع واعمل اي حاجة بلا اي هدف وما تقلقش انت كده صح. وخلي بالك صح ان الهدف الاساسي من الاجازة دي هو انك تريح نفسك وتفصل دماغك شوية، بس في نفس الوقت خلي بالك ان اللي انت بتعمله دلوقتي هو اللي انت هتلاقي نتيجته بعد كده، سواء اتعلمت برنامج معين فيفتح لك طريق للشغل او هتعمل بيه اي حاجة تانية مثلا، او عرفت حاجات اكتر فانت بتطور من نفسك وبتفتح لنفسك فرص اكتر وحاجات اكتر بكتير انت ممكن تستغلها، او انك تقضي البريك دي كلها راحة، بلاي ستيشن، لعب وافلام ومسلسلات، ودي حاجات مفيش احسن منها. بس في نفس الوقت بعد الاجازة دي هتكون انت بالظبط نفس الشخص اللي كان قبلها. فانت محتاج تلاقي توازن بين المذاكرة والراحة والبلاي ستيشن والمسلسلات والافلام وكل الحاجات دي، انما اطلاقا ما ينفعش توقف اي حاجة منهم، عشان انت ايوه في اجازة بس لازم تلاقي التوازن بين الحاجتين دول بالظبط، انما ما تحاولش انك تفرط او توقف اي حاجه منهم خالص. وفي الاخر خد وقتك عادي جدا وريح وافصل نفسك من كل اللي كان قبل الاجازه دي، واخرج وغير جو عشان ده اللي انت محتاج تعمله دلوقتي. وبعد كده شوف ازاي ممكن تطور من نفسك، عشان انت لما يجي لك بيرن اوت وتزهق من كل حاجه حواليك ساعتها ولا هتعرف تاخد بريك زي الناس ولا تطور من نفسك زي الناس حتى. فانت دلوقتي في اجازه فخد اجازه. كمان لو مهتم تعرف اول تجربه ليا كموظف، تجربتي مع الشغل نفسه والدروس والحاجات اللي انا اتعلمتها من كل ده، ممكن تشوف الفيديو ده. يلا اشوفك هناك، سلام.